تعالى أكلمك على ابلكيشن ممكن يكون من أصعب الابلكيشنز اللي قابلتها في حياتي، مع إنه ابلكيشن صغير جدا. تعالى أقول لك ليه. هو ده الابلكيشن. شايف الابلكيشن صغير قد ايه؟ بس ليه ممكن يكون صعب جدا؟ هو الابلكيشن عباره عن استبيانات بس كده، فبدخل على الاستبيان وببدا الاستبيان وبحط الاسئله المعروضه قدامي اجاباتها، وليكن انا هحط اي حاجه دلوقتي وهتشوف ليه الابلكيشن ده صعب جدا. منها مثلا ان كل سيكشن من الاسئله بيعتمد على سكاشن تانية، وكل سؤال بيعمل اسئله تانية، بيفتح اسئله تانية، وفي تحديات كتير جدا وكيسز كتير جدا جدا جدا. والابلكيشن ده فيه لوكال ستورج، ده كان ضمن التحدي، وان هو كمان كان يطلع اكسل شيت. فالابلكيشن فيه كميه كيسز وتشالنجز غير طبيعيه وكتيره جدا. شايف انت الاسئله قد ايه؟ وكل سؤال من ده بيفتح سؤال او سيكشن او مجموعه من الاسئله على حسب الاجابه، وده انت المفروض تكون مهندله طبقا للقسم. يعني ده احنا لسه في قسم واحد، ممكن في سؤال من هنا يأثر على سؤال في قسم 5 او في قسم 4، ممكن سؤال من هنا دلوقتي يأثر على إجابة سؤال تحت. فكمية كيسز وتشالنجز كتير جدا 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 في الابليكيشن ده. حرفيا الابليكيشن ده يكاد يكون من أصعب الابليكيشن اللي مريت بيها. ممكن يكون أصعب بالنسبة لي من ابليكيشن مالتي فيندور أو ساس بعمله في مشروع ولا أيا كان. فأنا أشوف إن ده الابليكيشن ده صعب جدا. ودي كانت تجربة لطيفة جدا في مشروع أنا عملته زمان، حبيت إن أنا أعرضها